الفيل الأزرق من أكتر الأفلام اللي مصروف عليها فلوس ومجهود في نفس الوقت، ويعتبر هو فيلم الرعب المصري الوحيد اللي عليه القيمة. وأنا بحب الفيلم ده جدا وبحب تفاصيله في كل حاجة. وجمال الفيلم مش هيكون مفاجئ لما تعرف إن الإخراج لمروان حامد، السيناريو والحوار لأحمد مراد، أما الموسيقى فللعظيم هشام نزيه. الراجل ده عبقري مزيكا، فأتمنى إني أكون موفق في شرح وتحليل وإبراز جماليات الفيلم ده. وبس كده، خليني ما اطولش عليك ونبدأ كلام عن الفيلم. بيبدأ الفيلم بتعريف تفاصيل الشخصية، وبدأها بإنه خمرجي وعربيد ومريض سكر وحشاش، حاجة ما تتمناش لألد أعدائك يعني. وبنعرف إنه بقاله فترة كبيرة مش مهتم بأي حاجة بره حياته الشخصية، فبيتفاجئ لما بيعرف إن المتحف الإسلامي اتسرق. وبيوصل دكتور يحيى راشد لمستشفى العباسية، وبنعرف إنه دكتور نفسي ولكنه منقطع عن الممارسة المهنية من حوالي 5 سنين. وفي المشهد ده بتيجي أول تفصيلة بتعجبني في الفيلم، وهي إن يحيى بيتضايق من الإضاءة لما بيقلع النضارة، وده لأن المتأثر بالكحول بيكون عنده تحسس من الضوء. وتاني تفصيلة هي صوتية أكتر، وهي إنه كل ما بيحاول يقرأ لغة جسد الدكتورة بيجي كده زي بيز بيلعب على نغمة مش مستقرة، والصوت بيكون سراوندد أو محيطي، وده عشان يدخلك في مود الغموض والتوتر. وكمان بنلاحظ إن طول ما الدكتورة بتكلمه بشكل ودي أخوي بيكون شوت أوفر شولدر، وده عشان يبين إن في نقاش رايح جاي، لكن لما بتيجي تاخد القرار الزاوية بتتغير للو أنجل عشان يبين لك سلطتها وقوتها. المهم يحيى بيقرأ لغة جسدها وبيعرف إنها من البداية عايزة تنزله في 8 غرب، وده بشكل ضمني بيوضح لك إن يحيى رغم انقطاعه عن العمل فهو لسه شاطر. وبيمشي يحيى من المكتب وبيروح ل8 غرب. بنلاقي مروان حامد وهشام نزيه بيقدموا المبنى بطريقه لا تقل عن تقديم البطل، وبيعملوا ده بشكل موتر عشان يعرفك هو داخل على ايه. فتلاقي الكاميرا بتتبع خطوات يحيى مع موسيقى متوتره ومتاهبه لحد ما بيدخل يحيى المبنى، وبيعرف ان زميله هيبقى اسمج واحد في الكوكب وهو دكتور سامح. واول ما سامح بيشوفه بنعرف ان بينهم حاجه مش مجرد ان هو رخم بس، لانه بيبدا يقول له انت صلعيت وكرشك كبر ومناخيرك كبرت، وايه اللي نزلك هنا؟ القسم صعب عليك، ده انت تلاقيك نسيت الطب. فواضح ان هو بيغل منه بشكل ما بسبب حاجه احنا ما نعرفهاش لغايه دلوقتي. المهم بياخدوا سامح وبيفرجوا على العنبر وبيعرفوا على الحالات، وده بيحصل مع مصاحبه للموسيقى المتوتره، وبيزيد عليها كمان خروشه المفاتيح المزعجه جدا اللي بيلعب بيها سامح. وبيخلص المشهد وبنعرف ان يحيى مش بس خمرجي وحشاش، لا ده امارتي كمان، وبيعمل بوكر كانها رياضه بيمارسها لقراءه لغه الجسد. وبيتم اثبات شطارته لتاني مره بانه بيكشف واحد كان بينخع في الكلام. وبيروح البيت بيلاقي جايله جواب من غير اسم مرسل، فبيفتحه وبيلاقي شكل غريب، فما بيهتمش وبيرميه. لكن من بدايه وصول الجواب ده ليحيى بيبدا يحصل له حاجات غريبه جدا، واولها ان هو بيصحى يشوف ظل وكلب اسود في وشه، بس بيلاقي نفسه بيحلم برضه، فبيصحى لتاني مره، وده بيتكرر طول ما يحيى في الزون دي. المهم بيروح شغله وبيقابل الراجل العجوز اللي بيقول له جمله غريبه جدا، وهي انه عارف انك هترجع. المهم برضه يحيى ما بيهتمش وبيقول ده راجل مجنون، وبيدخل المكتب يشوف ورق الحالات، فبيعرف ان صاحبه وزميله في الجامعه نزيل عندهم، فبيقرا الملف بتاعه، ولما بيقراه بيعرف ان الدنيا اتدهورت بيه خالص. فبيجي اول لقاء بينهم، وركز معايا من اول دلوقتي عشان كده يعتبر الفيلم بدأ. مبدئيا كده كل المشاهد اللي بينهم بتبقى عظيمه جدا، والفتره دي بالذات كانت فتره تألق خالد الصاوي، كان بالمعنى الحرفي هو افضل ممثل في مصر. فخلينا نبدأ نتكلم عن اول مشهد بينهم. بيبان على شريف من اول ما بيقعد ان هو عارف يحيى، وعينيه بتتكلم بس هو نفسه همدان ومتوه ومش قادر ينطق. فبيكلموا يحيى عن ذكرياتهم في محاوله لاستجدائه للكلام، ومع كلام يحيى بيجي شوط المفروض ان هو سيمتري، بس بيكسر السيمتريه دي يحيى في اشاره ان هو في خلل او عدم اتزان في المكان. وكمان يحيى بيكون على الجانب الايمن لشريف في دلاله ان هو بيحاول يساعده او يدعمه، والشوط ده بيفضل يضيق لحد ما يبقى كلوز، فبيبقى بيجمع الاثنين في اطار واحد، كأن الفيلم بيغششك ان هما الاثنين هيتحطوا سوا في تحدي. المهم شريف برضه ما بيقدرش يتكلم غير بجمله واحده، وهي ملح كتير في الاكل، ويحيى بيديله القلم عشان يكتب او يرسم، فبيكتب رقم كده غريب لا يمت لاي حاجه بصله، لا هو رقم تليفون ولا رقم حساب ولا اي حاجه. وبعدها بيحط شريف صباعه في بقه ويجيب اللي في بطنه كله، وبعدها بيقعد يحيى ويقرا ورق القضيه بتمعن وتفصيل اكتر، وبيعرف ان شريف صاحبه خلص على مراته في ظروف غامضه، وفي الوقت ده كان بيعمل حاجات غريبه ومقرفه لدرجه ان هم لقوا ازايز بول في الشقه. وكمان وقت الاستجواب كان كلامه كله متضارب، شويه يقول ان هو اللي عمل كده وشويه لا. وفي ظل قراءه يحيى للقضيه لبنى اخت شريف بتتصل بيه، تظهر موسيقى حنين مع تذكر يحيى لاكتر من حاجه. المهم بيتفقوا ان هم يتقابلوا عشان تعرفوا كل حاجه عن شريف في الفتره اللي فاتت. وفي المشهد اللي بعده بيجي تاني لقاء بين شريف ويحيى، وركز على قعده شريف الخايفه الحذره عشان هنحتاجها بعدين. وبيبدا يحيى يحاول يفكره بالماضي عشان يشوف منه اي ردة فعل، لكن برضه لا حياه لمن تنادي، لحد ما بينطق شريف بانه ما قتلش، وان اللي عمل كده حد قاعد جنب يحيى. فيحيى طبعا ما بيصدقهوش وبيبتدي يحطه تحت ضغط، فبيفرجوا على رسومات يمكن تفكروا باي حاجه او تستفزه ان هو يتكلم، لحد ما بتيجي صوره لحصان وبيقول عليها بحر. فيحيى ما بيفهمش اي حاجه، وبيبقى كل اللي في دماغه ان شريف بيستهبل، فبيديله القلم لتاني مره برضه بيكتب نفس الرقم، وده بيخلي يحيى ييأس اكتر، خصوصا لما بيشوف ان اللجنه جت. وبيقعد شريف قدام اللجنه وبيبتدوا يسالوه على اسمه وسنه، فما بيردش كالعاده، بس لما بيسالوه بتشتغل ايه بيرد بس بصوت غير الصوت الخايف المكتوب بتاع شريف، بيرد بصوت جهور وبيقول ان هو تاجر بغال. وبيبان على تعبير وش شريف الاضطراب، هو شويه قاعد واثق ومش همه اي حاجه، وشويه بيبان ان هو بيعاني، لحد ما بيقوم وبيمسك القلم وبيكتب نفس الرقم تاني بس على الحيطه. ودلوقتي بقى عندنا شويه الغاز خاصه بشريف.
اولا ان هو عنده اضطراب لسه ما نعرفش سببه ايه، ثانيا قصه الارقام الغريبه اللي بيكتبها كل شويه دي، وثالثا موضوع بحر وان هو تاجر بغال، واخيرا موضوع ان هو دايما شايف ان في حد زياده موجود في المكان. كل دي الغاز الفيلم رماها بذكاء دلوقتي عشان يبتدي يحلها واحده واحده قدام. المهم بيروح يحيى علشان يقابل لبنى، وبيبقى لاول مره في الفيلم يلبس بدله فاتحه غير السوداء، وده بيكون اول واخر مشهد يكون فيه الالوان والحيويه دي كلها، وبتشتغل كمان موسيقى حالمه، فكل حاجه بتقول ان هو بيحبها او كان ما بينهم حاجه على الاقل. المهم بيتكلموا وبيعرف منها ان هي اتطلقت، وهي بتعرف منه ان مراته وبنته ماتوا في حادثه، والصدمه دي بتكون سبب انقطاعه عن الشغل طول ال5 سنين اللي فاتوا. بيبداوا كلام على شريف وحالته، وبتقول له ان مراته كانت دايما بتشتكي ان هو مش مهتم بيها وانها حاسه ان هو على علاقه بحد تاني، وبعدها الموضوع اتطور وبقى بيكلم نفسه وبيقعد باصص للركن بالساعات، ده غير ان هو بيقول ان ايده فيها مرض ولازم تتقطع. فكانت النتيجه ان مراته زهقت من الوضع ده وراحت قعدت عند اهلها، بس في النهايه شريف صالحها، ولما رجعت لقيته عامل التاتو ده وبعدها اعتدى عليها وموتها. ويحيى بيقول لها ان بسمه مرات شريف كانت حامل، وبترد عليه بانهم كانوا بقالهم 4 سنين مع بعض وما حصلش نصيب، وللاسف العيب كان من شريف. فدلوقتي ظهر معانا الغاز جديده. المهم بيروحوا سوا شقه شريف ويدوروا على اي حاجه تفهمهم فيه ايه، فبيلاقوا صوره وكارت المكان اللي اتعمل فيه التاتو والموبايل بتاع شريف، وكمان لقوا كتاب غريب جدا وهو كتاب عجائب الاثار في التراجم والاخبار. فبياخد يحيى كل الحاجات دي ويرجع بيها البيت، واول حاجه بيعملها بيوصل الموبايل باللاب عشان يبتدي يشوف الصور اللي عليه، وبيشوف صور لشريف اثناء الحادثه وكلها بتدل ان هو مش طبيعي وان كان في حاجه غلط. بس الاهم من كده انه بيلاقي صوره للمتحف الاسلامي، واللي عرفنا من اول الفيلم من سواق التاكسي ان هو اتسرق، وبيلاقي كمان صوره القميص شكله غريب، فبيبتدي يبحث بقى عن سيره المتحف الاسلامي. وبعد كده بيفتح الكتاب وبيلاقي نفس الشكل اللي جاله في الجواب في اول الفيلم، وبيستخدم ساعتها مروان حامد الداتش انجل عشان يبين خوفه واضطرابه وتوهان يحيى راشد، لانه بيبقى ابتدى يحس ان الموضوع مش مجرد مرض نفسي. فبيقوم وبيجيب الورقه اللي كانت في الجواب يقارن اللي فيها بالكتاب، وبيلاقي نفس الجدول بل وبمعلومات عن ماهيه الجدول ده، وبيكتشف كمان ان المكان اللي شوهه شريف في رجل مراته كان نفس المكان اللي فيه التاتو بتاعها. فبيحس ان في حاجه غريبه، والاحساس ده بيتفاقم لما بيصحى على نفس الكلب الاسود. ولو لاحظت فالكلب الاسود ده دايما بيظهر له لما بيحاول يقرب من حاجه جديده، فالمره دي الموضوع بيزيد لدرجه ان لعاب الكلب ده بيبقى موجود في الارض، فما بيبقاش عارف هل ده حلم ولا حقيقه ولا ايه بالظبط، بس بيتغاضى عن كل ده وبيقرر يدور اكتر. فبيروح لمكان شغل شريف القديم وبياخد الدكتوراه بتاعته، وبتبقى في نفس موضوع الدكتوراه بتاعت يحيى وهي لغه الجسد. ومش بس كده، لا ده كمان معاها السكيزوفرينيا. بس هنا في نقطه ما بتعجبنيش بصراحه، لاني اعتقد ان دي حاجه مش قانونيه، وبالاخص ان الشخص صاحب الحاجه دي مرتكب جريمه ويحيى مش نيابه، يعني ده مجرد دكتور وبيتابع حالته، فمش من حقه ان هو ياخد الدكتوراه دي. المهم يحيى بيحس ان هو لازم يتعامل معاه بحذر اكتر، لان كده مبروم على مبروم ما يلفش، وممكن يكون هو اللي عامل الليله دي كلها. هو دارس لغه جسد فهيقدر يتحكم في نفسه، ودارس سكيز فيقدر يمثلها كويس. وبيجي اللقاء الثالث بينهم بعد ما يحيى بيكون مسك اكتر من طرف خيط من اكتر من اتجاه، وبمجرد ما بيدخل بيحصل حاجه غريبه جدا، وهي ان بعد ما شريف بيقعد على الكرسي بمنتهى الاستسلام والارهاق، بنلاقيه واقف في اخر الاوضه، وواقف حرفيا في الضلمه والصحه راده فيه، ووقفته كلها ثقه، وبيقول له ان شريف خرج، ومن لغه جسده بيبان ان هو ما بيكدبش. وبيحصل حاجه مميزه المره دي، وهي ان بدل ما شريف او نائل زي ما بيعرف نفسه بيروح ويقعد عند يحيى، المره دي بيجيب يحيى عنده وبيبتدي يساله عن لبنى وحبه ليها. ودلوقتي بيتعكس الوضع، وبيبتدي نائل يلعب على اعصاب يحيى، وبيحاول نائل يثبت التهمه اكتر على شريف، فبيقول له ان هو فعلا اللي عملها وهو اللي خلص على مراته. وبيكمل لعب باعصاب يحيى بموضوع لبنى، وفي اللحظه دي بيقعد يحيى على كرسي الاعتراف، او بمعنى اصح كرسي الحاله او المريض، ومن هنا بتتعكس الادوار، وبيبتدي نائل يطعنه في اكتر حته انسكيور فيه، وهي موت مراته وبنته. وبنلاقي يحيى توتر وحزن كده، وابتدى ان هو يبرر الحادثه بانها كانت قضاء وقدر. فنائل بيعمل له زي محاكمه وبيواجهه بان هو السبب وهو اللي كان قاصد يعمل فيهم كده، وده لان هو ساق بسرعه كبيره جدا وهو سكران، فبيحاول يلبسها له ويعمله زي عقده ذنب. ويحيى من كتر ما بتبقى المشاهد بتعدي قدامه وبيسترجع حدث اليم زي ده، ما فكرش يسال نفسه سؤال مهم جدا، وهو شريف عرف منين كل التفاصيل دي. المهم بيجي كادر ليحيى ووراه نائل، وبيبان نائل كبير وضخم وكانه مستحوذ على دماغ يحيى، وان دلوقتي هو القاضي. لكن سرعان ما يحيى بيفوق من الاستحواذ ده بيرجع تاني ويساله عن مين اللي موت بسمه، فبيقول له اسال شريف وبيغمى عليه. وبعدها بيقابل لبنى وبيحكي لها على التطورات، وبيخليها تكلم اخوها في الموبايل، لكن سامح بيطب عليهم عشان عايز يعلم على يحيى بالطريقه. وبنعرف من حوارهم ان سامح كان عينه على مرات يحيى قبل ما يتجوزها ورفضته علشانه، وده بيكون سبب كل الغل اللي سامح بيكنه ليحيى، لدرجه ان هو بيعايره بموت مراته وبنته. ولان يحيى بنسبه ما بقى عنده عقده ذنب بسبب نائل، فالموضوع بيوجعه وبيدوس على الجرح اكتر واكتر، لدرجه ان هو بيضرب سامح. وبعدها بيقابل لبنى وبيحكي لها على كل حاجه، وبيعترفوا لبعض ان هم ما نسيوش بعض ولسه بيكنوا لبعضهم مشاعر. المهم بيروح يحيى البيت، ولما بيروح
بيروح بيلاقي ان موبايل شريف بيرن، لكن لما بيرد بيلاقيه نائل. ومن هنا بنعرف ان نائل قدر يدخل دماغ يحيى، وده لانه عرف يوقعه في دايره مشاعره في اخر مقابله بينهم، فبيقدر يخليه ان هو يتهيأ له حاجات لدرجه ان هو يكلمه في التليفون. وده بيبقى جزء صغير من خطه كبيره، وهي انه يخليه يحس ان هو مريض. وده لاننا بنعرف ان نائل ما بيكونش معاه تليفون في العنبر. وكمان لما يحيى بيروح له العنبر بيحاول يدخل جوه دماغه من تاني عن طريق برضه مشاعره وكلامه عن لبنى. وبعدها بنلاقي ان نائل بيجرح نفسه في نفس المكان اللي مراته اتشوهت فيه. وليه قلت لك نائل؟ لان من الواضح ان نائل هو اللي عايز يأذي شريف، مرة بمحاولة إثبات إن هو اللي خلص على مراته عشان يتعدم، ومرة بمحاولة تشويهه لجسمه. بس لسه في حاجة مبهمة في الموضوع، لأنه طيب ما لو عايز يخلص من شريف طب ما يعمل كده، إيه اللي منعه؟ ما هو كده كده هو اللي متحكم فيه. والسؤال ده بيتجاوب عليه بشكل نسبي لما نائل بيقول ليحيى يحرق القميص، لان نائل ما يقدرش يحرق الشيء اللي بيحجمه، فلازم يستغل جهل حد بالموضوع ده عشان يخليه يعمل كده بداله. وممكن هنا تكون في حاجه حسيتها كمشاهد، وهي ان في مط وتطويل في الاحداث، وده حقيقي فعلا، بس ده مبرر وانا شاريه جدا بصراحه. وده لانه بيعبر عن تشتت تفكير يحيى. هو واحد جه من الدار للنار، وفي معلومات كتير قوي بتهجم عليه من كل اتجاه، حاجات ماورائيه وحاجات نفسيه وحب قديم بيتفتح وقضيه مبهمه فيها جزء مجهول، فهو مش ماسك طريق عارف يمشي فيه. فشويه يروح يقرا في كتاب علم الارقام، وبعدها يروح ياخد الدكتوراه بتاعت شريف، وساعتها يحس ان شريف بيشتغله، فيبتدي شريف حالته تتغير ويبقى بيتكلم بس بشكل مختلف، وكمان بيلعب عليه العاب نفسيه، فهو تايه ومش فاهم حاجه ومش عارف يمسك طريق، لحد ما بيفتكر ان هو معاه العنوان بتاع الست بتاعت التاتو، فراح لها يسالها عليه، فبتقول له ان صاحب التاتو ده عمل لها كسر مضاعف لما راح علشان يشتري التاتو. وبعدها يحيى بيروح للبيت، فبيلاقي صاحبته جات له وجابت له حبوب اسمها DMT باسم الفيل الازرق، ومن هنا بتيجي تسميه الفيلم. ومعنى كده ان دي حاجه مهمه جدا، فخلينا نتكلم شويه عن ايه هو DMT. DMT هو مخدر قوي جدا بيأثر على كل الحواس وبيغير تفكير الشخص، وبيلعب في حته احساسه بالوقت وبمشاعره. ومن المعروف عنه انه بينتج من تعاطيه هلوسه بصريه لفتره قصيره، لكنها بتكون مكثفه جدا. وفي بعض الناس من اللي خدوه بيقولوا ان الجرعه العاليه منه تعمل شفافيه كبيره جدا للمتعاطي، وده لانه بيصنف من ضمن العقاقير صاحبه التاثير النفسي. ده غير ان هو كان بيستخدم بره في المناسبات الدينيه. ليه بقى؟ لانهم كانوا بيظنوا ان هو بيحقق البصيره الروحيه. ده غير ان فعلا في بيانات علميه بتثبت ان تاثيره يشبه تجربه الاقتراب من الموت. اما عن اثاره الجانبيه غير طبعا النشوه والهلاوس الشديده، فهي احساس التغير بالزمان والمكان. وفي فعلا بعض من الناس اللي خدته بتقول ان هي خاضت تجارب عميقه جدا وانتقلوا لعوالم اخرى وحسوا بهلاوس مرعبه، لدرجه انهم بقوا بيسموه الجن DMT. ودي مش وجهه نظري، ده الكلام اللي قالته الابحاث. انا شايف ان مستحيل يكون في حاجه تضاهي تجربه الاقتراب من الموت او خروج الروح والشفافيه اللي بتكون موجوده ساعتها. دي حاجه بتحصل مره في حياه الانسان يعني. المهم خلينا نرجع للفيلم ونشوف تاثير DMT على يحيى عامل ازاي. بس قبلها حابب اشيد جدا بالمونتاج والاخراج والترانزيشنز العبقريه اللي بتحصل في المشاهد دي. المهم اول حاجه يحيى بيشوفها هي لبنى في استعراض راقص، بعدها بيشوف 3 بيبان وبيختار يدخل واحد منهم، فبيلاقي نفسه في بيت شريف، وساعتها بيشوف الجريمه كانها بتحصل قدامه. وهنا انا لاحظت ان الفيلم مخلي DMT بيفنط بس الحاجات في دماغ يحيى، يعني بيشوف الحاجه ابعد شويه من الحاجات اللي هو عارفها، مش بيكتشف يعني حاجات جديده من العدم. المهم بيصحى يحيى على صوت بسمه وهي بتقول له اهرب، وبيقوم يفوق ويعمل قهوه، بس بنلاقيه لسه مصحيش، وبنشوف بسمه وهي بتقول له تاني اهرب. وبيصحى المره دي بجد وما بيكونش فاهم اي حاجه، وبيلاقي انه وهو مش في وعيه اعتدى على ميه بالعافيه، وكانه بقى زيه زي شريف. وتاثير انهيار ميه من اللي حصل انها خبطتها عربيه وماتت. فيحيى من الصدمه ومن كل الاحداث دي بيبقى داخل على غيبوبه سكر، فبيخش البيت وبيجيب كيس سكر وبيكبه في بقه، وبعدها بيقع من طوله. والمره دي بيصحى تاني على مكالمه من نائل، وبيقول ان في صور على تليفونه بتثبت اللي حصل مع مايا، وفعلا بيلاقيها، وكأن نائل اتلبسه هو كمان، واللي حصل مع شريف وبسمه حصل مع يحيى ومايا. وتفسير لده ان هو ما بيقدرش يتحكم فيه غير وهو مش في وعيه، عشان هو لا مقري عليه العزيمه ولا مدوق عليه الطلسم، فعشان كده ما بيقدرش يبقى مستحوذ عليه استحواذ كامل. المهم بيثور يحيى ثوره عارمه، وبيروح للمستشفى يفتشوا عشان يشوف التليفون اللي معاه، لكن لما بيجرب يرن على الرقم اللي بيتصل بيه بيلاقي ان التليفون في جيبه، وكأن نائل بيلعب بيه في دماغه. وده لانه مش عارف يأذيه بشكل مباشر زي ما بيعمل مع شريف. وده ليه هنعرف في فقره الاسئله. وبيكمل نائل لعبه بدماغ يحيى وبيحاول يقنعه ان هو اتجنن، وساعتها يحيى بيسأل نائل سؤال بيدل على ان تفكيره اتغير خلاص، والموضوع بالنسبه له ما بقاش علم ومرض، لا هو ايقن ان في قوه خفيه ومسيطره على الوضع. وده واضح لما قال له مين اللي بيراقبني، وبعدها قال له مش خايف لو شريف اتعدم تموت معاه. وبعدها يحيى بيتعصب جدا فبيديله صدمه كهربائيه، وساعتها نائل بيمثل ان هو شريف للحظه، وبيقول ليحيى يحرق القميص، وكمان بيوجهه وبيقول ان هو موجود في الشقه. فبيروح يحيى الشقه ويدور عليه لحد ما بيلاقيه بالصدفه في الحمام، وساعتها بيكنفه وبيروح بيه البيت، بيلاقي ان القميص مكتوب عليه نفس الارقام اللي كان بيكتبها شريف. فبيقرر ياخد حبايه تانية من الفيل الازرق، وبمجرد ما بياخدها بيخرج من الارض زي فهد اسود، ومعاه بيتغير المكان كله. وبيشوف الراجل الكبير اللي كان موجود في المستشفى وبيقول ان المأمون عارف ان هو هيرجع. ويحيى بيشوف العالم ده لاول مره، وده لانه لاول مره بيامن بنسبه 100% ان الموضوع مش نفسي تماما، وكمان لانه بقى معاه القميص وعارف ان هو قميص المأمون. فالمعلومات دي كلها بتبدا تتبني في عالم كامل، لدرجه ان هو بيشوف بحر وبيعرف ان هو بغل، وبيشوف الست الغجريه وبترسم الوشم لمرات المأمون.
وكمان بيشوف طفل بتهجم عليه الحشرات، وده بيخلق عند يحيى الغاز اكتر. بس اللغز الاكبر هو انه لما بيصحى بيلاقي ان هو متعور، يعني فعلا ما كانش مجرد حلم او تهيؤات. ده غير انه لاول مره من ساعه ما اتورط في الموضوع ده انه يصحى على مره واحده مش مرتين. المهم بيروح لنائل فبيحكي له عن بحر، وهنا بنعرف ان النائل فعلا في دماغ يحيى، وده عشان يقنعه ان هو يحرق القميص. فبيوريه مقتطفات كده ما يفهمش منها حاجه. وهنا خليني اوضح لك نقطه، الجن لا بيقدر يعلم الغيب ولا حتى بيقدر يعرف اللي بيفكر فيه الانسان، لكن يقدر يتجسس عليه وعلى تصرفاته ويراقبه كمان ويوسوس له بحاجات معينه، وده اللي بيعمله نائل مع يحيى. المهم يحيى بيعوز يفهم، فنائل بيسحبه تاني في حته مشاعره ودماغه، وبيحاول يقنعه ان هو يخلص على نفسه. طب ليه؟ عشان شاف ان هو مش هيطوعه. فلما بيفشل في ده ويحيى بيقول له مش هحرق القميص، ابتدي اللعب يبقى على المكشوف، وبيظهر له شكله وهو متجسد في جسم المأمون وبيضربه، وكأنه بيقول له اللي شفته ده حقيقي، ولو ما سمعتش كلامي هيحصل لك اكتر من اللي حصل لهم. بس لما الناس بتروح وبتشيل يحيى بنلاقي ان شريف نايم زي ما دخل عليه يحيى في الاول، وده بيطرح سؤال تاني، هل كل ده كان في دماغ يحيى برضه؟ ونائل بيحاول يثبت للي حواليه ان هو مجنون، وبالاخص ان الزاويه ساعتها اتغيرت وبقت كانها كاميرا مراقبه. المهم يحيى بيسمع الكلام اللي بيقوله نائل لسامح عن طريق التسجيل اللي حاطه في الزنزانه، وبيسمعه وهو بيقول عليه مريض وعنده سكيز، وانه بيكلم نفسه في التليفون، وانه هدده عشان يجوز اخته. وهنا يحيى بدا يصدق ان هو مريض، ومن هنا بيبدا افضل اداء انا شفته لكريم عبد العزيز. وبيبدا لما الدكاتره بيستجوبوه وبيعرفوا ان هو كان زميل شريف زمان، وكمان ان هو بيحب اخته وكل الكلام اللي اتقال لسامح، وبيقولوا له ان هو فعلا ممكن يكون مريض، وان اي حد بينعزل لمده كبيره بيبقى عرضه للاصابه بامراض نفسيه، وان اخر واحد بيعرف ان هو مريض هو المريض نفسه. وتاني يوم بيروح يحيى المستشفى وبيلاقي ان نائل بيهدد ان هو هيموت سامح، فبيخش عليه وبيدور على التسجيل اللي كان سايبه، فبيكسره قدامه وبيقول له ان هو يصدق نفسه وانه مش عيان، وبعدها بيموت سامح. اللي انا شايفه ان اول سبب هو عشان يثبت التهمه اكتر واكتر على شريف، اما تاني سبب فهو علشان خلاص ما بقاش محتاج سامح، هو استخدمه بس عشان يعرف يوصل حاجه للاداره، فوصلها خلاص فما بقاش ليه لازمه تاني بالنسبه له. بيروح يحيى البيت وبيقرر ان هو يفهم كل حاجه، وده لانه ادرك ان القميص ليه اهميه كبيره وهو اللي هيفهمه الليله كلها. قرر ان هو يلبسه قبل ما ياخد الفيل الازرق، ودلوقتي هو داخل وعايز يعرف يشوف ايه بالظبط. واول حاجه بيشوفها هي مراته وبنته، وبعدها بينتقل للقاهره القديمه وارض المأمون، وبيشوف كل حاجه، بيشوف ايه اللي حصل للمأمون، وبيوضح له ان الوشم بيكون هو السبب، بيعرف ايه هي حكايه الارقام اللي مكتوبه على القميص واللي شريف بيكتبها، وبيعرف ان ترجمتها اسم من اسماء الله، بيحفظ اللي بيكتبه وبيلبس القميص من نائل النكاح. ومن هنا خلينا نقف شويه واحكي لك عن القميص ده، لانه فعلا قميص حقيقي وموجود في المتحف الاسلامي. القميص معروف باسم قميص المأمون لكنه ملوش اي علاقه بيه. القميص اتعمل في ايران، ترجع ملكيته للشاه سليمان الاول، واللي كان حاكم فاشل وسكير وخسر حروب كتير جدا في اول سنه من حكمه. وفتره الحكم الصفوي كان السحر منتشر جدا ومعروف ان هو بيستخدم للحمايه، فراح سليمان الاول لساحر، وده عشان يبرر له فشله يعني، فباع له الوهم وقال له السماء والكواكب والليله اللي انت عارفها دي، وبعدها عمل له القميص او الثوب ده كحمايه، وخد منه ذهب وفلوس كتير جدا مقابله، والثوب ده عليه تمائم ورموز وايات وذكر كلهم معمولين على اشكال هندسيه معينه. لكن من الواضح ان بعد كده السحر قلب عليه، فباع سر القميص لحد من اعدائه، وعدوه ده اذاه جامد جدا، ويقال ان سليمان الاول مات من الرعب بسبب القميص ده واللي عمله فيه. المهم فضلت ملكيه القميص تتنقل لحد ما وصلت لمصر، وملكيته كانت مع مصطفى بيك شمس الدين، واللي كان بيتحايل على ماكس هيرتز عشان ياخد القميص ده كانه كان بيعاني منه، لدرجه ان هو عرض عليه ان هو ياخده مقابل 5 جنيه في سنه 1913، واللي كان مبلغ زهيد جدا بالنسبه لقطعه اثريه، وخده فعلا وبقى من ضمن اثار المتحف الاسلامي. والقميص ده واحد من ضمن 8 قمصان حوالين العالم كله. اما ايه علاقه المأمون فهو مفيش اي حاجه مذكوره بتاكد علاقه المأمون بالقميص. المهم خلينا نرجع للفيلم وليحيى راشد. يحيى بيروح يفتح الكتاب ويدور فيه على تفسير اللي شافه ده، وبيلاقي فيه ورقه بيحكي بالتفصيل اللي شافه، وده بياكد ان الدي ام تي بيربط له بس الدنيا ببعضها، هي المعلومه عنده موجوده. والورق ده بيذكر اكتر من حاجه، اولا الست اللي كانت متعلقه على باب زويله، وقصه المأمون وانه خلص على مراته وبعدها قطع دراعه ندما عليها ثم دخل المورستان. ولو لاحظت فده نفس اللي حصل لشريف بالظبط، هو اعتدى على مراته بعد ما عمل الوشم، ومراته بقدرة قادر بقت حامل بعد سنين من الجواز، بالرغم من ان هو اللي كان عنده المشكله. ووقت اعتداء شريف على مراته فكان برضه بيقطع في ايده، ونهايته برضه كانت راميه في المورستان. فبيتحمس يحيى جدا لكل اللي عرفه ده وبيروح للمستشفى، واول حاجه بيسال عليها هي عم سيد، لانه بقى بيظهر له في كل حته ليها علاقه بالقصه، وكل ما يشوفه بيقول له كلام غريب. لكن لما بيسال عليه بيعرف ان هو مات من 4 سنين لما الشجره دي وقعت عليه. ويحيى بيرجع مش فاهم اي حاجه تاني، بس بيتغاضى عن عم سيد وبيروح للست بتاعه التاتو، عشان هو عارف اللي حصل وعارف ان كل ده ما حصلش للمأمون نفسه الا لما عمل الوشم ده. فبيدخل لها وبيجبرها تتكلم، فبتعترف له ان الطلسم ده عباره عن طلسم نجس وعباره عن سحر، لكن المفروض ان هو بيخلص في خلال ليله. لكن المره دي الموضوع كبر ووهق منها، وبتحكي له ان الموضوع بدا لما بسمه راحت لها وحكت لها ان في مشكله بينها وبين شريف، فعملت لها التاتو ده وهي بتقول عزيمه معينه، وبعدها كتبت الطلسم واكلته للكلب الاسود. وده بيفسر ليه كان بيظهر ليحيى. اما ليه الموضوع كبر منها، لان المفروض بعد يوم بيموتوا الكلب ده، لكن اللي حصل ان الكلب مات لوحده من غير تدخل اي حد.
وكده يبقى خلاص يحيى عارف القصه وباقي ان هو يحلها. وبيروح ويجيب كتاب ابواب الاغراض لابراهيم الطوقي، والكتاب بيدور حوالين علم تحويل الحروف لارقام واللي بيسمى بعلم الافاق، وده تعريف مخل لعلم الافاق لان الموضوع فيه تفاصيل كتير لدرجه ان الامام الغزالي كتب فيه كتاب كامل. المهم بعد مذاكره وترجمه من يحيى بيعرف ان الحروف دي ترجمه لجمله الله المانع واللي بدورها بتحمي من نائل النكاح. فبعد ما يحيى بيبقى عارف كل حاجه بيروح لنائل وبيبتدي يكتب في كل ركن الحجاب ده، واستوجب كتابته كتير للتعبير عن قوه نائل اللي بيبدا يلعب بدماغ يحيى تاني ويجيب له مشاهد من كل حاجه شافها عشان يحاول يتوهه، لحد ما بيكلموا عن لبنى وانه خدمه وخلاها ترجع له. وبتيجي الضربه القاسمه ليحيى لما بيكلموا عن بنته بيلعب في دماغه ان هي ممكن تكون في النار، وهنا بيبقى خلاص سيطر على تفكير يحيى تماما. فلما بيسيطر على تفكيره بيتفك وبترجع له قوته وبيفضل يقول زي تعويذه واللي قلبت الدنيا ساعتها. وطلع صناع العمل وقالوا ان هي مش حقيقيه وانه مجرد كلام معكوس، بس لما جربت اعمل ريفيرس للتعويذه دي الموضوع طلع مرعب اكتر، وتحس ان هو كلام مفهوم بس انت مش قادر تفسره. المهم هو كأن التعويذه اللي قالها نائل دي قلبت السحر على الساحر، فبمجرد ما بيقولها بيتم تفعيل قوه وهاله الارقام والرموز وبيتاذي نائل وبنشوفه بيتحرق، ومع حرقه بتشتغل الترنيمه اليمنيه اللي بتقول يا سعار النار يا حليله، واللي معناها يا سعاده النار وهي بتحرق الشياطين، وكانت بتتقال زمان في اليمن وقت صرف الجن، فكانت اختيار رائع من هشام نزيه بصراحه. المهم لما بيخرج نائل من شريف مسح ساعتها الوشم تلقائيا، وبعدها بيتم ايداع شريف في الخنكه لحد ما يتعالج، وحياه يحيى بتكون احسن بكتير، وبيرجع يلاقي نفسه بيتجوز حب عمره لبنى وبيفضل معاه اخر حبايه DMT، فبياخدها وبيخلص الفيلم على كده. ودلوقتي خليني اوضح لك فكره الفيلم. فكره الفيلم هي فكره بسيطه جدا، اولا المحور النفسي وثانيا المحور الماورائي، وفي وسط الفيلم الاثنين بيأثروا على بعض. اما فكره الفيلم الاساسيه فهي بتمثل الصراع الابدي بين الانس والجن والانسان والشيطان، والحلو في الفيلم ان هو ما خلاش جانب الخير والمتمثل في يحيى ان هو شخص ملائكي، هو مطلعه عربيد وسكري وعنده مشاكل نفسيه. ومش بس كده، لا ده بالرغم من ان هو دكتور نفسي وعنده علم كبير جدا في حاجه زي كده، لكنه برضه بيشك في نفسه ان هو مجنون وان هو بيتهيأ له، بيخش في الدوامه دي اكتر من مره. ودلوقتي خلينا نخش في فقرة الأسئلة لأن في حاجات كتير مبهمة، وخلينا نبدأ بسؤال مهم، وهو هل رجوع يحيى للشغل والمستشفى كان صدفة؟ الإجابة لأ، وده بيوضح أول ما يحيى بيخش المستشفى وبيقابل عم سيد الترزي وبيقول إن هو عارف إنك هترجع، ده غير إن هو بيكون بقاله 5 سنين بعيد عن الشغل. اشمعنى دلوقتي الدكتورة قلبت عليه مع تزامن دخول شريف المستشفى وما كانش بقاله كام يوم كمان؟ طيب في سؤال أهم، هو مين اصلا عم سيد ده؟ تفسير الشخصي ان عم سيد ده هو جن مؤمن متلبس في هيئته، وانه كمان من اتباع الراجل اللي عمل القميص ده، وده لان المأمون وشريف نسخه متغيره من نائل، فعم سيد كان نسخه متغيره من الراجل ده. وده بيحطنا في سؤال ثالث، وهو ليه اصلا يحيى واحنا كبشر ما بنقدرش نشوف الجن على هيئتهم؟ التفسير الفيزيائي واللي ما بيعارضش الدين بالمناسبه هو ان في حاجه اسمها الابعاد العلويه، واللي هي عباره عن 4 ابعاد رئيسيه. البعد الاول وهو الطول، البعد الثاني وهو الطول والعرض واللي مثال عليه حاجه زي الخيال او الظل، والبعد الثالث وهو الطول والعرض والارتفاع، وده اللي احنا عايشين فيه. اما البعد الرابع فهو المخلوقات التانية اعلى مننا وهم الجن والملائكه. فالتفسير الفيزيائي ده بيقول ان البعد الاقل ما يقدرش يشوف او يدرك او ينتقل للبعد الاعلى، لكن البعد الاعلى يقدر ينزل للبعد الادنى، وده عن طريق ان هو بيتخلى عن بعد منه. ما فهمتش حاجه طبعا، هو الموضوع معقد جدا وانا مش فيزيائي فانا بقول لك اللي انا فهمته، بس هحاول اوضح لك اكتر باختصار. الانسان اللي موجود في البعد الثالث ما يقدرش يشوف الجن والملائكه، ليه؟ لان هم في بعد اعلى منه، لكن الملائكه والجن تقدر تشوفه عادي، وكمان يقدروا يتجسدوا في اي شيء من البعد الثالث. فهتلاقي نائل اتجسد في المأمون وشريف، اما الجن المؤمن فاتجسد في جسم عم سيد، وده عشان يحاول يدل ويساعد يحيى. هتقولي طب ازاي؟ مش انت قلت ان الانسان ما يقدرش يعلى للبعد الرابع؟ امال يحيى عرف وشاف كل ده ازاي؟ والاجابه هي ان الانسان فعلا ما يقدرش يعلى للبعد الرابع، بس روح تقدر، وده اللي بيحصل في الاحلام. يعني مثلا ايه اللي بيخليك تشوف شخص متوفي وتتكلم معاه ويبلغك رساله كمان، او مثلا تشوف حلم مرعب ويمكن تشوف فيه الجن فعلا. طيب خلينا نروح لسؤال كمان، وهو مين بقى اللي سرق القميص؟ نائل ولا شريف وليه؟ من وجهه نظري ان الاثنين عندهم اسباب ودوافع. دوافع شريف ان هو يحصن نفسه من نائل، ودوافع نائل ان هو يحرر نفسه من الحاجه اللي مأيداه دي، لكن منطقيا ان نائل هو اللي عمل كده عشان شريف ما عندوش الجرأه الكافيه لده. اما عن خامس واخر سؤال، فهو ليه نائل ما كانش عايز يأذي يحيى؟ اولا لانه كان محتاجه، لان من الواضح ان نائل مش هيقدر يتخلص من القميص ده لوحده، فكان لازم يستغل جهل حد بالموضوع ويخليه هو اللي يحرق القميص، فعشان كده كان بيلعب بدماغه ومشاعره عشان يوصل للنقطه دي، بس غروره وكبره خلوه ما يحطش احتمال ان ممكن يحيى يفهم ويقضي عليه. وبس كده، لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولي رايك في الكومنتات. سلام.